ده أسوأ مطعم في اسكندرية. أهلا بيكم في مطعم ابن الباشا. كنا رايحين اليوم ده علشان نتعشى هناك، وركزوا قوي في اللي جاي. اللي انتوا شايفينه ده اللي احنا طلبناه، بوكس الملك فاروق وثلاثة عرض كليوباترا. وركزوا فيه قوي لأن اللي جاي القصة كلها على الموضوع ده. زي ما انتوا شايفين احنا كنا قاعدين شبه الغلابة كده قدام المحل مستنيين أكلنا، والرجالة كلها كانت قاعدة تهزر وتستظرف لحد ما الأكل ينزل. هم قالوا لنا إن الأكل هينزل في خلال ساعة واحدة، بس بصراحة هو نزل قبل الساعة، ودي كنا قلنا إن هي حاجة جميلة جدا. تعالوا بقى شوفوا المفاجأة. لما خدنا الأكل قلنا نطلع على البحر علشان ناكل. زي ما انتم شايفين كده، أنا مش هعمل مونتاج للفيديو لأن بصراحة ما يستحقش إن أنا أعمل له مونتاج وأتعب عليه، لأن من الآخر كده اتفاجئنا لما احنا جبنا الأكل. انتوا شايفينه ده دول التلاتة بوكس، إنما الملك فاروق اللي احنا كنا طالبينه ده ما جاش، وساعتها قررنا ان احنا نرجع تاني نطلب الحاجات اللي ناقصه. ولما رجعنا فعلا ما تاخرش علينا وجاب لنا اللي كان البوكس اللي كان ناقص بتاع الملك فاروق، جبناه وخدنا بعضنا طلعنا تاني على البحر علشان ناكل. وساعتها كان الاكل برد، وقلنا يمكن عشان اتاخرنا يكون الاكل مش تمام، فقلت اجرب من الملك فاروق الراجل اللي هو كان جايبه، لقينا نفس الموضوع. وبكده وزي ما انتم ما شفتوا كده فهو ده أسوأ مطعم في اسكندرية. كانت تجربة سيئة جدا. كنت أتمنى إن أطلع أقول إن أحسن حاجة، بس للأسف تجربة ما أحبش إن أنا أكررها تاني. أشوفكم في فيديو جديد. سلام.